حينئذ يفتح السد وتتفجر الأرض من كل حدب بجحافل يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، أعداد لا تحصيها العيون، جموع كالأمواج المتلاطمة تكتسح الأرض في سرعة مذهلة، يشرب أولهم ماء بحيرة طبرية، فإذا مر آخرهم قال لقد كان بهذه ماء. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. في صحائف الوحي وبيان التنزيل جاءت قصة رجل صالح ممكن في الأرض آتاه الله من أسباب الملك والقوة ما لم يؤت أحدا من العالمين، إنه ذو القرنين الذي قال الله عز وجل عنه إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سار بجيشه ينشر التوحيد ويقيم العدل حتى بلغ بين السدين وهما جبلان شامخان بينهما فجوة عظيمة، فإذا خلفهما أمة ضعيفة لا يكادون يفقهون قولا، ولكنهم عرفوا الحق وعلموا أن رجلا كهذا هو ملاذهم من شر قوة قوم طغاة مفسدين. فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قوم لا يعرفون إلا الفساد، إذا خرجوا دمروا القرى، أكلوا الزرع وأهلكوا الحرث والنسل كالسيف الجارف لا يرده راد. ولكن ذا القرنين لم يكن تاجر مال ولا طالب دنيا، فقال في تواضع المؤمن ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. جمع الحديد فصفه بين جانبي الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، فأوقدوا النار عليه حتى احمر، ثم أفرغ عليه قطر النحاس المذاب فاشتد وتصلب وصار سدا منيعا لا يرتقى. وقال ذو القرنين هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فانقطع أذى يأجوج ومأجوج عن الأرض، وبقي السد قائما قرونا طويلة إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحفرون في السد حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه مرجع فسنحفره غدا، فيعود السد كما كان، فإذا جاء اليوم الموعود قالوا غدا إن شاء الله، فيعودون فيجدونه كما تركوه فيخرقونه ويخرجون، وذلك بإرادة الله. وفي آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل الدجال، فيوحي الله إليه إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحدهم بقتالهم، بمعنى لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. حينئذ يفتح السد وتتفجر الأرض من كل حدب بجحافل يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، أعداد لا تحصيها العيون، جموع كالأمواج المتلاطمة تكتسح الأرض في سرعة مذهلة، يشرب أولهم ماء بحيرة طبرية، فإذا مر آخرهم قال لقد كان بهذه ماء. يحاصرون المؤمنين في جبل الطور حتى يكون رأس الثور أحب إليهم من 100 دينار، فيشتد البلاء ويعلو الضراء، فلا ملجأ إلا الدعاء، فيدعو عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف ديدانا تدخل في أعناقهم فيصبحون موتى كأنهم نفس واحدة. ينزل عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون شبرا في الأرض إلا امتلأ بجثثهم ونتنهم، فيدعون الله فيرسل طيرا عظيمة كأعناق الإبل فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل مطرا غزيرا يغسل الأرض من تلك الجيفة التي عمت من جيفة قوم يأجوج ومأجوج، حتى تصير الأرض كالمرآة في صفاتها. وهكذا يطوى سجل أمة كانت فتنة عظيمة، ويعود الأمن إلى الأرض، ويعلم الناس أن وعد الله حق، وأنه إذا جاء أمره لا يرده أحد.